حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، زي ما وعدناكم جينا لكم بالمراجعة النهائية للدرجة النهائية. النهاردة إن شاء الله هعرفك كل أنواع الأسئلة اللي ممكن تجيلك في الامتحان، هلملك أهم البراجرافات اللي موجودة في كل يونت، هحل معاك على كل يونت بشكل منفصل، وكمان هنحل امتحانات شاملة على كل اليونتس مع بعض. محتاجة منك ورقة وقلم وتركز في كل حاجة إن شاء الله هنقولها النهاردة عشان تحقق أكبر استفادة بإذن الله. Let's start our revision مع بعض. أول حاجة النهاردة هنراجع عليها اللي هي الباراجرافز. تمام، هنبدأ مع بعض بالباراجرافات اللي موجودة في كل يونت، بحيث ان احنا لما نحل كل امتحان تقدر انك انت وانت شايفني كده بكتب معاك الباراجراف تقول برضو افكار، وتحاول انت برضو تكتب الباراجراف عندك. يلا بينا كده مع بعض. أول باراجراف عندنا كان The Nile. The Nile، قلنا The Nile يعني النيل اللي هو نهر النيل. تعالى كده نشوف بيقول لنا ايه. The Nile is the longest river. يعني ايه يا ميس the longest river؟ كلمة the longest river معناها أطول نهر. نهر النيل هو أطول نهر in the world، في العالم. The Nile has two branches. وخلي بالك علشان كمان الجملة دي بتجيلك كتير جدا في الاختيارات، يقولك نهر النيل ليه كام فرع؟ ليه فرعين. يبقى بيقولك the Nile نهر النيل has two branches ليه فرعين in Egypt في مصر. It's home for. يعني ايه يا ميس كلمة home for؟ كلمة home for معناها موطن ليه، يعني مين اللي عايش في النيل؟ ايه الحاجات اللي عايشة في النيل؟ قال لي it's home for different kinds of، أنواع مختلفة من الفش السمك، birds الطيور and turtles والسلاحف البحرية. يبقى احنا عرفنا من الباراجراف ده ان النيل هو أطول نهر في العالم، عرفنا ان هو ليه فرعين في مصر، عرفنا كمان ان السمك والطيور وكمان السلاحف البحرية عايشين فيه. طيب يا ميس هو أنا لازم أكتب بنفس الصيغة اللي انتي قلتيها دي؟ لأ، لو انت عندك جمل زيادة انت عايز تكتبها مفيش أي مشكلة. يعني مثلا ممكن أقول The Nile is very important. النيل بيكون مهم. ينفع أكتب الجملة دي ولا لأ؟ طبعا عادي ينفع ان انت تكتبها. فانت لو عندك افكار زيادة ممكن تكتب عادي جدا، مش لازم تلتزم بنفس الجمل بالظبط، بس الباراجرافز دي بتساعدنا ان احنا يكون عندنا افكار. وطبعا الباراجرافز ديت بتلم لنا اهم مواضيع الريدنج اللي موجودة عندنا في اليونتس. تاني باراجراف عندنا your first day of school. يعني ايه يا ميس your first day of school؟ يعني يومك الاول في المدرسة، اول يوم ليك في المدرسة عايزك تتكلم عنه. بيقول لك yesterday امبارح was my first day of school. امبارح كان اول يوم ليا في المدرسة. لما بيجيلك الباراجراف ده بيطلب منك 3 حاجات. بيطلب منك تقول له انت صحيت امتى اليوم ده، بيطلب منك كمان تقول له انت لبست ايه وانت رايح المدرسة، وكان ايه احساسك. تعالى بقى نشوف هنا هيقول لنا ايه. قال لي I got up at 6 o'clock. انا كنت بصحى الساعة 6 الصبح، او انا صحيت الساعة 6 الصبح. I put on، كلمة put on معناها ارتدى، انا لبست. I put on a blue t-shirt، انا لبست تيشيرت ازرق. gray pants، بنطلون رمادي. and black shoes، وكمان جزمة سودة. يبقى قال لنا انا صحيت الساعة 6، انا لبست تيشيرت ازرق، بنطلون رمادي، والجزمة كانت سودة. I was very happy، وانا كنت مبسوط جدا. يبقى هنا اهو كلمني على ال3 حاجات اللي دايما بيجي يطلبهم منك. The third paragraph بيقول لنا ايه بقى؟ The month of Ramadan. يعني ايه the month of Ramadan؟ يعني شهر رمضان. كلمة day يعني يوم، week يعني أسبوع، month يعني شهر، وyear يعني سنة. فهو هنا بيقول لي شهر رمضان الكريم. بيقول لي in رمضان، في رمضان، many Muslims الكثير من المسلمين fast. خلي بالك كلمة fast هنا مش معناها سريع، هنا معناها يصوم. فهو بيقول لك ان كثير من المسلمين بيصوموا during the day، خلال اليوم. احنا خلال اليوم كده بنكون صايمين. they don't eat or drink، ولا بياكلوا ولا بيشربوا لحد ايه؟ لحد غروب الشمس. يبقى until sunset، لحد غروب الشمس.
It's a time to help other people. وده الوقت اللي هتقدر فيه إنك تساعد الناس. ده الوقت لمساعدة الآخرين. يبقى هو هنا كلمني أهو على شهر رمضان. ندخل على عيد الفطر. عيد الفطر اللي هو عيد الفطر. قال لي عيد الفطر happens. كلمة happens معناها يحدث. فهو بيقول لي إن عيد الفطر بيحصل إمتى؟ on the first day. يعني إيه on the first day؟ يعني في اليوم الأول of شوال. بيحصل في اليوم الأول من شهر شوال. طب وبعدين؟ قال لي إن عيد الفطر، في عيد الفطر we eat كحك. إحنا بناكل الكحك. we go to the mosques. يعني المساجد. إحنا بنروح المساجد. we say عيد مبارك. وإحنا بنقول لبعض عيد مبارك. لما بنيجي نهني بعض بالعيد بنقول لبعض عيد مبارك. الباراجراف اللي بعده بيقول لي your village in the past. وكلمة village معناها قرية. فبيقول لك قريتك في الماضي كانت عاملة ازاي؟ your village in the past. I grew up. أنا كبرت. كلمة grow up يعني يكبر. طب grew up يعني كبر. I grew up in a village. أنا كبرت أو أنا نشأت في القرية. It was very quiet. كانت هادية. كلمة quiet هنا معناها هادئ. كانت هادية. in the past في الماضي. يبقى أنا نشأت في القرية دي والقرية بتاعتي زمان كانت هادية. وبعدين there weren't many cars. ما كانش في عربيات كتير or trucks أو حتى شاحنات. فين؟ in the streets في الشوارع. زمان ما كانش فيه كمية العربيات والأتوبيسات والشاحنات والحاجات بتاعت دلوقتي دي. وسائل المواصلات زمان كانت أقل بكتير جدا من دلوقتي. فهو بيقول لي إن زمان ما كانش فيه الحاجات دي في الشوارع. الباراجراف اللي بعده هيكلمني على your town in the past and now. المدينة بتاعتك هتقارنها ما بين زمان وما بين دلوقتي، في الماضي ودلوقتي. طب هيقول لي إيه في الباراجراف ده مثلا؟ قال لي in the past في الماضي. الأول هيبدأ بالماضي. هيقول لي في الماضي my town was quiet. المدينة بتاعتي كانت هادية. it had many parks. هي كان فيها حدائق كتير. now لكن دلوقتي there is too much traffic. دلوقتي بقى فيه حركة مرور كبيرة. بقى فيه وسائل مواصلات كتير قوي كمان. and noise وكمان ضوضاء. يبقى زمان ما كانش فيه عربيات كتير ولا شاحنات كتير والدنيا كانت هادية. لكن دلوقتي الدنيا بقت زحمة وبقت ضوضاء وبقى فيها كمان وسائل مواصلات كتير جدا. الباراجراف اللي بعده بيقول لي the musical chairs game. يعني ايه يا ميس ده musical chairs game؟ احنا كان عندنا كده في يونت بيكلمني على شوية ألعاب، من ضمنهم الميوزيكال تشيرز جيم اللي هي الكراسي الموسيقية. لعبة الكراسي الموسيقية. تعالى نتعرف عليها مع بعض للي مش عارفها. قال لي the musical chairs game is an easy game. دي لعبة سهلة. يبقى كلمة easy يعني سهل. طب هي سهلة ليه؟ قال لي you need chairs. انت محتاج كراسي عشان نلعب لعبة الكراسي الموسيقية دي. فاحنا اكيد محتاجين ايه؟ محتاجين كراسي. وبعدين تعالى كده نشوف باقي الباراجراف. قال لي كمان music to play it. انت محتاج كراسي وكمان محتاج اغاني علشان تعرف تلعب اللعبة دي. you need to run. انت بتكون محتاج تجري. دي لعبة كلنا لعبناها واحنا اطفال. كنا بنحط الكراسي وبنفضل نجري كده حوالين الكراسي وبنبقى مشغلين اغنية معينة. واول ما الاغنية دي تقف كنا كلنا بنقعد على الكرسي. والشخص اللي مش هيعرف يقعد على الكرسي يبقى هو ده اللي بره والخسران. يبقى بيقول لي هنا you need to run. انت محتاج انك تجري. but be ready. ولكن خليك مستعد. خليني مستعد ليه؟ to sit when the music stops. انك تعرف تقعد لما الاغاني تقف. يعني مثلا انا هجيب 4 كراسي واحنا 5 لاعبين. عدد الكراسي بيكون اقل مننا وبنفضل نجري وبنكون مشغلين اغنيه. اول ما الاغنيه تقف بنروح قاعدين على طول على الكراسي. فالشخص اللي مش بيلحق يقعد على كرسي بيطلع بره زي ما قلت لك.
We play it with our friends. واحنا بنلعب اللعبة ديت مع أصدقائنا. ممكن كمان إن أنت تقول with our families، مع عائلتنا، عادي ما فيهاش أي مشكلة. اللعبة اللي وراها بيقول لي hide and seek game. يعني إيه hide and seek؟ hide and seek معناها لعبة الاستغماية، كلنا بنحب نلعبها. To play hide and seek عشان تلعب لعبة الاستغماية. The seeker، كلمة seeker معناها الباحث، اللي هو الشخص اللي بيقف يعمل كده، بيغمض عينيه وبيفضل يعد من 1 لحد 10 لحد ما كله يستخبى وبعدين يبدأ يدور عليهم. فبيقول لي the seeker الباحث closes his eyes، بيقفل عينيه. احنا طبعا بنروح نقف عند حيطة او عند شجرة مثلا لو احنا في حديقة، وبنروح عاملين ايدينا كده وبنغمي عينينا لحد ما كله يستخبى ونروح ندور عليهم. and counts to 10، وبنفضل نعد لحد 10. the other players hide، بقية اللاعبين بيعملوا ايه؟ بيستخبوا. and the seeker tries to find them، والباحث بيحاول ان هو يدور عليهم في كل مكان. the first player the seeker finds، اول واحد الباحث هيلاقيه، اول واحد هيمسكه هيلاقيه becomes the next seeker، هيكون هو الباحث التاني. تمام؟ دي كده لعبة الاستغماية. بعد كده a birthday party. a birthday party معناها حفلة عيد ميلاد. هيقول لي ايه بقى في الباراجراف ده؟ هيقول لي I'm having a birthday party next Sunday. احنا هيكون عندنا حفلة عيد ميلاد يوم الحد الجاي. طب امتى؟ at 7 o'clock، الساعة 7. دي حاجة هتحصل فين يعني يا ميس؟ في الفيوتشر، في المستقبل، لسه هيحصل. We will play games، احنا هنلعب ألعاب. We will sing and play music، احنا هنغني وكمان هنشغل أغاني. I am inviting، كلمة inviting معناها يدعو. أنا هدعو مين بقى؟ هعزم مين؟ I am inviting all my friends، كل أصحابي، هعزم كل أصحابي على الحفلة دي. ده كده الباراجراف اللي بعد كده. ندخل على الكمبيوتر جيمز. مين هم الكمبيوتر جيمز دول؟ ألعاب الكمبيوتر اللي كلنا أكيد بنحبها. بس النهاردة بقى عايزين نعرف إيه الحاجات المضرة اللي فيها. هي الحاجات دي ممكن تضرني في إيه؟ قال لي sometimes، يعني إيه sometimes؟ أحيانا. Sometimes we can say that computer games are bad for children. أحيانا إحنا ممكن نقول إن ألعاب الكمبيوتر بتكون سيئة للأطفال، بتضرهم. طب ليه بتضرهم؟ قال لي they can spend، كلمة spend معناها يقضي وقت، بيقضي وقت. يبقى spend many hours، ما اسمهاش hours، spend many hours on their computers and tablets. أول حاجة عشان لما الأطفال بيستخدموا الكمبيوتر جيمز أو إن هم يعني بيلعبوا ألعاب كمبيوتر كتير، فهم بيقضوا ساعات طويلة جدا على الكمبيوترز بتاعتهم وعلى التابلت، بيفضلوا طول الوقت باصين كده في الشاشات، وده طبعا ممكن يأذيهم ويأذي صحتهم ويأذي عينيهم، بيأثر عليهم طبعا في حاجات كتير. فبيقول لي they look at the screen، بيفضلوا باصين على الشاشة and they don't do their homework، ومش بيعملوا الواجب بتاعهم. ما هم طول الوقت قاعدين على الموبايلات وعلى التابات وعلى الكمبيوترز، فهم بالتالي مش هيبقى في دماغهم أصلا المذاكرة ولا الواجب. It's not healthy، ودي حاجة غير صحية. اللي بعده Chinese New Year Festival، احتفال راس السنة للصينيين. بيعملوا ايه بقى في راس السنة عندهم؟ قال لي Chinese New Year is an interesting festival. بيقول لك ان الاحتفال بتاع راس السنة عند الصينيين ده بيكون احتفال رائع جدا. طب ليه؟ قال لي they give red envelopes to their friends and wish them good luck. ايه الكلام ده؟ تاني. They give red envelopes to their friends، هم بيعطوا، يعني كلمة envelopes يعني خطابات، بيدوا جوابات لونها أحمر لمين؟ to their friends، لأصدقائهم and wish them good luck، وبيتمنوا لهم حظ
سعيد أو حظ موفق. يبقى في الصين بنعمل إيه؟ بندي بعض كده جوابات حمراء أو خطابات حمراء وبنديها لأصحابنا عشان نتمنى لهم حظ سعيد في السنة اللي جاية يعني. It's a very popular festival. وكلمة popular معناها مشهور، فده بيكون احتفال مشهور جدا. فين؟ أكيد طبعا في الصين، عشان احنا قلنا في تشاينا. The beach، عندنا هنا الشاطئ. The beach يعني الشاطئ. Last summer، الصيف اللي فات، I went to the beach with my family. أنا رحت الشاطئ مع أهلي، مع عائلتي. We swam، إحنا عمنا. كل أفعالك هنا في الباراجراف ده لازم تكون في الماضي، عشان أنت هنا قلت last summer، الصيف اللي فات، فكل أفعالك تكون ماضي. We swam in the sea، إحنا عمنا في البحر. We saw lots of fish، إحنا شفنا سمك كتير. And sang songs، وكمان غنينا أغاني. يبقى كلمة sing songs يغني أغاني، sang songs غنى أغاني، في البريزنت وفي الباست، في المضارع والماضي. دلوقتي بقى هندخل على الباراجرافات اللي عندنا بعد كده. وأول باراجراف معانا في البيج ديت أو في الصفحة ديت اللي هي الكاميليونز. مين هي الكاميليون؟ قال لي الكاميليون دي الحرباية. طب تعالى بقى نتكلم كده عنها ونشوف. قال لي a chameleon is a type of lizards. يعني ايه يا ميس a type of lizards؟ يعني نوع من انواع السحالي. كلمة lizards يعني السحالي. وبعدين قال لي chameleons change color. الحرباية بتغير لونها، change color. They are the same color as the place where they are. وبيكون لونهم نفس لون المكان اللي هم بيكونوا موجودين فيه. يعني مثلا say هم واقفين على حاجة لونها بني، فهم هيكون لونهم بني. هم واقفين على حاجة لونها أخضر، فهم هيكون برضو لونهم أخضر. يبقى هم بياخدوا نفس لون الحاجة اللي هم عليها. وبعدين they have amazing eyes، وكمان عينيهم رائعة، عينيهم حلوة جدا. تمام؟ دول كده الكاميليونز. طيب بعد كده عندنا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا كلنا عارفينها، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. Social media is when we use computers to share ideas. بيقولك إن وسائل التواصل الاجتماعي دي بتبقى لما نستخدم الكمبيوترز بتاعتنا علشان نشارك بعض الأفكار. كلمة ideas يعني أفكار. Information نشارك كمان بعض المعلومات. And have fun وكمان نستمتع. You can find information هتقدر إن أنت تلاقي المعلومات for your homework للواجب بتاعك online على النت. لو احنا في اي حاجة واقفة معانا في الهومورك في الواجب بنقدر اننا نفتح النت ونسيرش عليها، نعمل بحث عليها، فهو بيطلع لنا كل المعلومات. You can share photos too. بنقدر كمان اننا نشارك مع بعض الصور. You can share photos too. طيب how to stay safe online بقى؟ ازاي ان احنا نكون آمنين على النت؟ ازاي نستعمل النت بس احنا نفضل في امان، مفيش حاجه تضرنا. قال لي we use social media، احنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي every day، كل يوم، محدش فينا مش بيستخدمها. You should be careful. كلمه careful معناها حريص. when you go online بيقول لك ان انت لازم تكون حريص لما تستخدم النت. طب ليه؟ قال لي you should keep your password and personal information secret. احنا قلنا اننا هنخلي بالنا عشان نكون بأمان، فالمفروض اعمل ايه؟ You should keep your password، لازم تخلي كلمة السر بتاعتك and personal information. كلمة personal information معناها معلومات شخصية. لازم تخلي معلوماتك الشخصية secret، تخليها زي سر كده، حاجة خاصة بيك. يعني مثلا ما ينفعش ان انا اكتب العنوان بتاعي على النت كده واسيبه للناس كلها. ما ينفعش ان انا مثلا برضو انزل رقمي واخليه للناس كلها، مش هينفع. في حاجات البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصية بتاعتي لازم تكون secret، لازم تكون خاصة بيا لوحدي. You shouldn't tell anyone your birthday. مش لازم ان انت تقول لكل الناس عيد ميلادك، ما ينفعش ان احنا نعمل كده.
and your phone number وكمان رقم تليفونك. ما ينفعش ان انت تقوله برضو لاي حد او حتى تنزله على النت كده عادي لكل الناس. ندخل على اللي بعده. How to be safe on roads. كلمة roads معناها الطرق. ازاي ان احنا طيب نكون بأمان واحنا على الطرق، واحنا على الطريق، واحنا مثلا بنعدي السكة، واحنا رايحين مكان، المفروض ان احنا نعمل ايه؟ قال لي you must wait for the green light before you cross the road. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا دلوقتي انا على البحر والمفروض بيكون في إشارة، فالإشارة ديت ليها 3 أضواء أو ليها 3 ألوان، فالمفروض إن أنا أفضل واقف مستني الإشارة الخضراء قبل ما أعدي السكة. الإشارة تيجي أخضر أعدي بقى عادي بأمان، مش هيبقى فيه أي مشكلة. يبقى بيقول لك لازم إنك تستنى الإشارة الخضراء قبل ما تعدي السكة. You must look left and right to cross the road. يعني إيه يا ميس left and right؟ يعني قبل ما تعدي السكة لازم تبص يمين وشمال. كلمة يمين يعني right وشمال يعني left قبل ما تعدي. If you drive a car ولو انت بقى بتسوق عربية لازم تعمل ايه؟ لازم تلبس حزام الأمان. يبقى you must wear a seat belt. seat belt معناها حزام الأمان. طب يا ميس افرضي انا معيش عربيه، انا بركب عجله، اعمل ايه عشان اخلي بالي من نفسي؟ If you ride a bike لو انت بتسوق عجله you must wear a helmet. كلمه helmet معناها خوذه، لازم تلبس الخوذه. لو انت سايق عجله لازم تلبس الخوذه بتاعتك، ولو انت سايق عربيه لازم تلبس حزام الامان. طيب نيجي بعد كده للاير pollution. air pollution معناها تلوث الهواء. قال لي ايه بقى؟ قال لي cars make air pollution. العربيات بتعمل تلوث للهواء، بتسبب لنا تلوث للهواء. They put chemicals into the air. طبعا هي بتسبب لنا ان بيكون في مواد كيميائية موجودة في الهواء بسبب الغازات اللي بتطلع منها والعوادم بتاعت السيارات. The chemicals are dangerous. كلمة dangerous يعني خطير، والحاجات اللي بتكون موجودة في الجو دي بتكون خطر جدا علينا. When we breathe. كلمة breathe يعني يتنفس، فبيقول لك لما بنتنفس in the polluted air. when we breathe in لما بنتنفس الهواء الملوث ده اللي بيحصل لنا we cough. كلمة cough يعني كح، بنقعد نكح and feel sick وبنحس اننا مرضى، بنحس ان احنا تعبانين. طب اللي بعده how to stop air pollution. طب ازاي بقى نوقف تلوث الهواء ده؟ ممكن ان احنا نعمل ايه حتى عشان نقلل منه؟ قال لي to stop air pollution عشان نوقف تلوث الهواء we can share a car with a friend. يعني ايه يا ميس؟ يعني مثلا لو انا معايا عربية وواحد صاحبي معاه عربية واحنا الاتنين مثلا ساكنين قريبين من بعض، بدل ما انا اروح بعربيتي وهو يروح بعربيته للمكان اللي احنا عايزينه، لا ما انا وهو نركب نفس العربية، يبقى احنا كده قللنا من عوادم السيارات. تمام؟ فبيقول لي لو انا عندي عربية اقدر ان انا اشاركها مع صاحبي، حتى لو صاحبي ده ما عندوش عربية وهيروح بالمواصلات وكده، لو كل واحد اخد صاحبه معاه في سكته الموضوع ايه؟ هيبقى احسن كتير. We can walk نقدر ان احنا نمشي and not always go by car ومش دايما اننا نروح بالعربيات، ممكن لو المكان قريب مني اخدها مشي، مش لازم يعني اركب حاجة. We can use energy saving light bulbs in our apartment. يعني ايه بقى energy saving light bulbs؟ يعني اللمبات الموفرة للطاقة. بدل ما انا استخدم لمبات في البيت تسحب لي طاقة، لا انا هستخدم اللمبات الموفرة للطاقة in our apartments في الشقق بتاعتنا. خلي بالك من الكلمتين دول. طيب آخر حاجة معانا اللي هي transportation. transportation معناها وسائل النقل والمواصلات، وسائل المواصلات. طب مالها؟ قال لي we go to the airport، وكلمة airport معناها المطار. طب احنا بنروح المطار ليه؟
قال لي to travel by plane عشان نسافر بالطيارة. وبعدين we travel on water احنا بنسافر من خلال المية، يعني بنسافر على المية كده. طب ازاي؟ يعني هناخدوها عوم؟ لا طبعا. قال لي by ship بالسفن or boat أو حتى بالقارب. بسافر من خلال المية يا إما بالسفن يا إما بالقوارب. طيب a train القطر moves on a rail. طب والقطر بقى؟ القطر ولا هنروح له مطار ولا هنروح للمية مثلا عشان نركبه، أمال نعمل إيه؟ قال لي لأ، القطر ده بيمشي أصلا على خط سكة حديد. يبقى خط سكة حديد يعني rail. When I travel by bus لما هنسافر بالأتوبيس I am on the road أنا هكون على الطريق عادي. يبقى أنا هركب الأتوبيس هسافر بيه على الطريق، ولا بقى على مية ولا في الجو ولا الكلام ده كله. يبقى أنا هنا لميت معاك أهم الباراجرافات اللي عندك في كل اليونتس. يعتبر أنا راجعت معاك كمان على أهم مواضيع الريدنج اللي عندك في المنهج، فأنت مالكش أي حجة. راجعنا كده على كل دروس الريدنج، وكمان برضو ظبطت لك الباراجرافات واديتك أفكار. ده غير دلوقتي اللي احنا هنحلهم مع بعض إن شاء الله والجمل اللي احنا هنعملها سوا. طيب تعالى بقى كده دلوقتي نشوف مع بعض. بعد بقى ما خلصنا أهم الباراجرافات مع بعض، دلوقتي هنمسك كل يونت هنحل عليه بشكل منفصل. يعني مثلا أول امتحان عندنا دلوقتي على يونت 7، تمام كده، على الوحدة السابعة. هنحل بقى كل أنواع الأسئلة اللي موجودة في يونت 7، وبعد كده يونت 8 ويونت 9 وهكذا، عشان تتأكد إن أنت مذاكر كويس جدا اليونت ده. طب تعالى كده أول سؤال بيكون عندنا اللي هو listening الاستماع. بيبقى فيه قطعة كده التيتشر أو المدرس بيقراها لك، ومن خلال سمعك للقطعة دي بتقدر إنك تحل الأسئلة. طب تعالى كده نشوف أول أسئلة عندنا بتقول لنا إيه. بتقول لي the Nile النيل is the river in the world. دي إحنا كنا لسه قايلينها، قلنا the Nile is the longest river in the world. بيكون أطول نهر في العالم. The Nile has branches in Egypt. النيل بيكون عنده كام فرع في مصر؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ 2 طبعا، بيكون عنده فرعين. The Nile is very. النيل بيكون ugly. كلمة ugly يعني قبيح. harmful يعني ضار. useless يعني عديم الفايدة. ولا important مهم؟ أكيد طبعا النيل مهم. The Nile النيل life to the whole of Egypt. بيعمل ايه؟ checks يفحص، travels يسافر، thinks يفكر، ولا brings. كلمة bring معناها يحضر. قلنا النيل ده بيجيب الحياة لكل مصر. احنا طبعا بنستخدم المية عشان مثلا نغسل حاجاتنا كلها، عشان نزرع، عشان نستحمى، عشان نشرب، عشان نعمل كل حاجة. المية دي سر الحياة. فطبعا the Nile brings life to whole of Egypt. تاني سؤال بيكون عندنا اللي هو سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. هيجيب لك سؤال وفيه نقط. طب وبعدين هعمل ايه؟ هيجيب لك طبعا some choices بعض الاختيارات. هتشوف بقى وهتترجم الكلمات دي كلها، وهتشوف انهي كلمة مناسبة تكمل بيها النقط اللي فوق عندك في الجملة. قال لي the gas cars were very and caused a lot of smoke. يعني ايه؟ يعني عربيات الغاز were very ايه؟ كانوا ايه؟ and caused. كلمة caused معناها سبب، وسببوا دخان كتير، يعني سببوا كمان تلوث كتير. يبقى the gas cars were very noisy. كانوا صاخبين، صوتهم عالي، مزعجين، وكمان سببوا لي تلوث. الاتنين ما كانتش عربيات حلوة خالص. In the city في المدينة the from cars من العربيات causes breathing problems. يعني ايه breathing problems؟ يعني مشاكل في التنفس. طب ايه اللي سبب لي مشاكل؟ قال لي the smoke الدخان اللي بيكون طالع من العربيات بيسبب لي مشاكل في التنفس. Question number 3. The third question. ثالث سؤال بيكون عندنا ايه؟ قال لي read and complete. هتقري وهتكملي the text القطعة اللي أنا مديها لك with the words in the box بالكلمات اللي أنا عطيها لك فوق.
يعني أنا فوق هديكي شوية كلمات مطلوب منك إنك أنت تترجميهم وتشوفي هتستخدمي كل كلمة فين من تحت عشان تكملي القطعة. My grandpa's village was very different in the past. قرية جدي grandpa يعني جد. My grandpa's village was very different. كانت مختلفة جدا in the past في الماضي. القرية بتاعته كانت مختلفة قوي زمان. It was هي كانت and calm وهادية يبقى it was quiet. It was quiet and calm. كانت هادية في الباست في الماضي. طب وبعدين قال لي it wasn't big ما كانتش كبيرة. It was هي كانت small صغيرة. هو انت يا ميس ليه بتشطبي على الكلمات من فوق؟ عشان ما استخدمهاش تاني. يعني انا كل كلمة خلاص كملت بيها الجملة بتاعتي اشطب عليها من فوق عشان ما استخدمهاش مرة تانية او حتى تلخبطني. There weren't many ما كانش فيه كتير من or trucks أو حتى الشاحنات. ما كانش فيه كتير من العربيات. كانش فيه عربيات كتير ولا حتى شاحنات كتير. يبقى cars. There were كان يوجد a lot of tall and green land. Green land يعني أرض خضراء. كان فيه طويل؟ قال لي trees أشجار. كان في أشجار طويلة وكمان كان في أراضي خضراء. تمام؟ ده كده أول تكست أو أول قطعة يعتبر عندنا. طيب the fourth question رابع سؤال بيعمل إيه بقى؟ بيجيب لك قطعة حلوة كده زي ما أنت شايف. المفروض إن أنت تقراها كويس جدا وتفهمها وبعد كده تحل الأسئلة اللي هو هيديها لك تحت. طب تعالى بقى كده مع بعض. قال لي the city mouse فار المدينة ماله؟ visited the country mouse زار فار الريف. the country يعني الريف. وبعدين الفار بتاع المدينة راح زار الفار بتاع الريف. ايه بقى؟ in his hole in the ground في الحفرة بتاعته اللي موجودة في الأرض. أكيد دول فئران يعني فهيزوروا بعض فين؟ في الحفر اللي موجودة في الأرض. the country mouse الفار بتاع الريف was pleased كان مسرور كان مبسوط. he gave his friend the grass هو ادى صاحبه عشب and seeds وكمان بذور. the two friends الصديقين اللي هم الفارين يعني ran to the train جروا للقطر جروا عشان يركبوا القطر. وبعدين to go to the city عشان يروحوا المدينة. ركبوا القطر عشان يروحوا المدينة مع بعض. in the city وفي المدينة بقى كانت المفاجأة. the smoke was everywhere الدخان كان في كل حتة. المدينة دي مليانة تلوث. and there was very loud noise وكان في ضوضاء صاخبة كان في صوت عالي جدا. the country mouse الفار بقى بتاع الريف was scared كان خايف. he wasn't prepared for so many new sounds and smells. يعني ايه؟ قال لي ان الفار بتاع الريف هو اصلا متعود على الحياة الهادية فهو ما كانش مجهز لنفسه كده ان هو لما هيروح المدينة هيلاقي بقى كل الضوضاء دي وهيشم كل الروايح الوحشة دي والملوثة. قال لي the country mouse فار الريف said راح قايل thank you my friend شكرا يا صاحبي. the city is exciting بص هي المدينة حلوة. but it's time for me ولكن ده الوقت بالنسبة لي to go back to the country and back to where life is good for me. اللي بص يا صاحبي المدينة دي حلوة وكل حاجة بس ده الوقت بالنسبة لي اللي أنا محتاج فيه أرجع للريف. الريف حياته أحسن بالنسبة لي من بقى المدينة والتلوث والصوت العالي وكل الكلام ده. طب هنا this text is about الفقرة دي بتتكلم على ايه او القطعة دي اتكلمت على ايه؟ life in the city and in the country الحياة في المدينة وفي الريف. the underlined word pleased means كلمة mean تعني معناها ايه يعني كلمة pleased؟ pleased معناها happy مسرور. الاتنين دول معناهم سعيد. ندخل على الكويستشن اللي بعده.
قال لي why was، كلمة why يعني لماذا، بسأل بيها عن السبب. why يعني لماذا، بسأل بيها عن السبب. why was the country mouse scared؟ ليه الفار بتاع الريف كان خايف؟ تعالى تاني بنرجع للقطعة وبنشوف الإجابات بنطلعها من هنا. هو ليه كان خايف يا ترى؟ بص كده اهو the country mouse was scared. ليه بقى كان scared؟ ليه كان خايف؟ قال لي because he wasn't prepared for so many new sounds and smells. عشان هو ما كانش محضر نفسه لكمية الصوت دي أو الأصوات الجديدة دي وكمان الروايح الجديدة. هو ما كانش محضر نفسه إن هو هيسمع وهيشم كل الكلام ده. يبقى هي دي الإجابة بتاعتك. question number 3. طيب هنا بقى how did they go to the city؟ كلمة how يعني كيف. how يعني كيف، بسأل بيها إن أنت إزاي عملت الحاجة دي. how did they go to the city؟ هم إزاي راحوا للمدينة؟ هم راحوا للقطر صح؟ راحوا ركبوا القطر أهي. نرجع بيها تاني اهي. قال لي the two friends، الصديقين ran to the train، جروا للقطر to go to the city، عشان يروحوا المدينة. يبقى هنقول الكويستشن ده إجابته the two friends، الصديقين ran to the train، جروا للقطر to go to the city، عشان يروحوا المدينة. دي إجابة سؤال رقم 4. طيب هنا بقى there are no cell phones in the past. in the past يعني في الماضي، و are دي في المضارع. طب are هرجعها للماضي اللي هي where. are لما احولها للماضي تبقى where. there were كان يوجد no cell phones. طب هو هنا قال لي no صح؟ يعني هنا بقى كان يوجد ولا كان لا يوجد؟ كده كان لا يوجد. طب ليه يا ميس لا؟ عشان عندك كلمة no، فهو بيقول لك كان لا يوجد cell phones، تليفونات in the past في الماضي. in the past في الماضي people driving gas cars. طب بيقول لي in the past في الماضي، ينفع في الماضي احط الفيرب ing؟ لا طبعا، لازم اخلي كلمة drive اللي هي يقود احولها للماضي، والماضي بتاع drive drove، عشان ديت irregular verb فعل غير منتظم، فهقول people drove. last month الشهر اللي فات I give my dad a nice present. عايزة أقول أنا اديت بابا هدية رائعة. give الماضي بتاعها gave. question number 4. what subjects، إيه هي المواد you study yesterday، امبارح اللي هي أمس، يعني حاجة في الماضي. كنا قايلين قبل كده إن do و does الماضي بتاعهم did، فأنا هنا هروح قايل what subjects، إيه هي المواد did you study yesterday اللي أنت ذاكرتها امبارح. سؤال رقم 6 اللي هو سؤال البانكتويت، علامات الترقيم. كنا قايلين بقى في بداية كل جملة لازم الحرف كابيتال. بص كده أول جملتك حرفك كابيتال. هو أنا الحروف السمول والكابيتال دول بستخدمهم على مزاجي؟ لا طبعا، هو مش بيدرسهم لي كده وخلاص. قال لي علشان في حاجات معينة لازم أخلي فيها الحرف كابيتال وفي الباقي بخلي سمول. وعلامات برضو الترقيم اللي هي الفول ستوب، النقطة، الكويستشن مارك علامة الاستفهام، الاكزكلاميشن مارك علامة التعجب، وطبعا حاجات كتير جدا. فهنا بقى بيقول لي ايه how did Yunus feel on his first day of school. قلنا في بداية كل جملة لازم الحرف كابيتال. طب يا ميس هو هنا مكبر لي الحرف، أكبره تاني؟ لا، امشي شوية هتلاقي عندك يونس، وطالما لقيت اسم شخص يبقى لازم أول حرف فيه يكون كابيتال. طب يعني يا ميس مش لازم يجي في أول الجملة؟ لا، جالك في الأول في النص في الآخر تخلي أول حرف كابيتال، وبعدين feel on his first day of school. خلاص أنا ما عنديش حاجة تانية أعملها، وده question، ده سؤال، يبقى أحط
question mark علامة استفهام. أنا هنا بقول هو يونس حس بإيه في أول يوم مدرسة؟ هو شعر بإيه؟ نيجي بقى للباراجراف بتاعي. Write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لك ان انت عليك الباراجراف المفروض تكتبه من 18 كلمة. طبعا انت كل ما هتزود كلمات وجمل كل ما هيكون احسن ليك اكيد. فهو هنا بيعمل ايه؟ بيجيب لك التايتل العنوان، وبيجيب لك guiding elements كده، حاجات بيبقى طالبها منك انك تكتبها في الموضوع بتاعك. طب ايه اللي هو طالبه مني؟ قال لي when، وطبعا when يعني متى، بسأل بيها عن الوقت. when did you get up؟ انت صحيت امتى؟ what did you put on؟ ايه اللي انت لبسته؟ how did you feel at school؟ وايه اللي انت حسيت بيه في المدرسة؟ يلا بينا كده نتكلم على الموضوع ده. طيب مثلا انا هتخيل ان اول يوم ليا في المدرسه ده كان امبارح، فانا هعمل ايه؟ هقول طبعا اول حاجه في الباراجراف لازم انك تسيب لي سبيس، تسيب لي مسافه كده وبعدين تبدا تكتب. فانا هروح كاتب yesterday امبارح، yesterday امبارح. هعمل ايه بقى؟ was كان، امبارح كان my first day of school. امبارح كان أول يوم ليا في المدرسة. دي كده أول جملة. دايما قلت لك أول جملة ديت بتكون جملة افتتاحية. يعني إيه جملة افتتاحية؟ يعني أنا لازم أعرفه أنا أصلا بتكلم على إيه. ما ينفعش أخش في الموضوع على طول. ما ينفعش مثلا أول ما أبدأ أقول له أنا صحيت الساعة 6. أيوة، طب أنت تتكلم على إيه؟ ما تقولي الأول إيه موضوعك. فأنا هنا فهمته، قلت له امبارح كان أول يوم ليا في المدرسة، وبعدين طلب مني أقول له صحيت الساعة كام؟ يبقى هقول له I got up. ليه يا ميس ما خليتيهاش get؟ عشان أنا بتكلم في الماضي، فأفعالي كلها في الماضي. I got up، أنا صحيت at، ممكن تقول 7 o'clock، أنا صحيت الساعة 7. طيب هو دلوقتي بقى تاني حاجة طالبها مني إيه؟ قال لي what did you put on؟ أنت لبست إيه؟ فهقول له I put on، أنا ارتديت a blue t-shirt gray pants، بنطلون رمادي and black shoes، وجزمة لونها اسود. عايز تغير في الألوان براحتك as you like، حط الألوان اللي انت بتحبها، مفيش أي مشكلة. طيب how did you feel at school؟ انت حسيت بإيه؟ هروح قايل له I was very happy، أنا كنت مبسوط. طيب أنا يا ميس كنت زعلان، فهقول له I was sad، أنا كنت حزين. طب أنا كنت متوتر، I was nervous، أنا كنت متوتر. قول الحاجة اللي أنت كنت حاسس بيها. بس كده خلاص، يبقى أنا كتبت له امبارح كان أول يوم ليا في المدرسة، صحيت الساعة كام، لبست إيه، وكمان أنا حسيت بإيه. نيجي على التست التاني اللي هو يونت 8 الوحدة الثامنة. تعالى بقى دلوقتي نشوف كل الأسئلة برضو اللي موجودة فيها. قال لي أول سؤال بتاع listening the month of شوال، شهر شوال starts بيبدأ when people see the new، لما الناس بيشوفوا إيه جديد؟ بيشوفوا قمر، the new moon، لما بيشوفوا القمر جديد. كحك are delicious، الكحك بيكون لذيذ. طيب برجر، بيتزا، كوكيز، كيك. كحك are delicious cookies، بيكون كعك محلى لذيذ. كحك have nuts، الكحك بيكون فيه مكسرات. sugar سكر and in them بيكون فيه honey عسل. fries بطاطس محمرة. cheese جبنة ولا فلافل، بيبقى طبعا فيه honey عسل. we can buy كحك، احنا بنقدر نشتري الكحك from a bank من البنك. bakery المخبز. school مدرسة ولا الهوتيل الفندق، أكيد طبعا من البيكري المخبز. سؤال number 2 choose the correct answer. سؤال رقم 1 أو question number 1
You look a bit green. لما اروح اقول لحد You look a bit green، انا جيت قلت لك الجمله دي معناها ايه؟ انت شكلك اخضر؟ لا طبعا، الجمله دي معناها You look sick، انت شكلك مريض، شكلك تعبان. يبقى لما حد يقول لك الجمله دي ما اسمهاش انت شكلك لونه اخضر، لا انت شكلك مريض. طيب question number 2. It's healthy to drink، من الصحي ان احنا نشرب 2 bottles of every day. ازازتين من الايه؟ اكيد طبعا ازازتين من الواتر، من الميه. نيجي على question number 3. السؤال الثالث عندي packet, pizza, milk, soup, drank. Yesterday امبارح was too hot. امبارح الجو كان حر جدا. I 2 bottles of water. ازازتين من الميه. اكيد انا عملت ايه؟ I drank. انا شربت ازازتين من الميه. جدع والله. And 1 carton of juice. وكرتونه من العصير اللي هي الكرتونه العلبه. يبقى انا شربت ازازتين من الميه وكمان شربت كرتونه عصير او علبه عصير. My sister ate. اختي اكلت a of cookies. قال لي طبعا a packet. اول ما اجيب لك cookies تختار معاها packet على طول. a packet of cookies، عبوه من الكوكيز. and drank a cup of. وكمان شربنا كوبايه من الايه؟ اكيد طبعا من الميلك، من اللبن. I used a bar of to wash my face and hands. عشان اغسل وشي وايدي. اكيد طبعا استخدمت ايه؟ الصوب اللي هي الصابونه. طيب اللي بعده القطعه بقى. قال لي last week الاسبوع اللي فات it was my mother's birthday. كان عيد ميلاد ماما. all my family came to celebrate. كل العيله جت عشان تحتفل. all my cousins وكل ولاد عمي aunts وعماتي أو خالاتي and uncles وعمامي وخلاني came. كل دول جم. There was lots of food. كان في أكل كتير. salad سلطة، meat لحمة، fish وسمك، bread عيش وكيكس وكوكيز and fruit وكمان فاكهة. كانوا عاملين وليمة، عندهم أكل كتير قوي. I played with my cousins. أنا لعبت مع ولاد عمامي أو ولاد خالاتي. I ate a big slice of chocolate cake. وأنا أكلت شريحة كبيرة كده أو قطعة كبيرة من كيكة الشوكولاتة. And drank وشربت a carton of orange juice. a carton of orange juice شربت كمان علبة من عصير البرتقال. We sang happy birthday. واحنا قعدنا نغني happy birthday to my mother لمامتي. My brother أخويا and I وأنا gave her a present. أنا وأخويا رحنا اديناها الهدية بتاعتها. It was a special day. ده كان يوم مميز. We were very happy. احنا كنا مبسوطين جدا. The main idea. أول ما يجيب لك دي اعرف ان دي اسمها الفكرة الرئيسية. الفكرة الرئيسية أو الأساسية. يبقى the main idea of the text الفكرة الأساسية بتاعة القطعة كانت على إيه؟ a birthday party حفلة عيد ميلاد. the writer كلمة the writer يعني الكاتب، الشخص اللي كتب بقى القطعة اللي فوق. drank شرب a carton of juice. أكيد طبعا مش كل دول، هي orange عصير برتقال. summarize الكلمة دي معناها لخص. لو سمحت بتجيلك كتير فركز. summarize the text in one sentence بيقولك لخص لي القطعة دي كلها في جملة. احنا اتكلمنا على حفلة عيد ميلاد صح؟ يبقى ممكن اقول ايه؟ a birthday party حفلة عيد ميلاد. او ممكن اقول my mother's birthday عيد ميلاد ماما. ما ده كان عيد ميلادها اصلا. اللي يريحك. طيب اللي بعده what did the writer and his brother give their mom. ايه اللي الكاتب واخوه ادوه لمامتهم؟ هم ادوها ايه؟ ادوها هدية. يبقى هقول هم اللي هي they
ادوها يعني gave. They gave her هم ادوها a present هدية. اللي بعده read and write the correct form. دلوقتي هنقرا كويس جدا السؤال اللي عندنا او الجملة اللي عندنا، وهو بيكون مديني كلمة غلط، فالمفروض ان انا اصحح له الكلمة الغلط دي بكلمة تانية صح. تمام؟ طب هعمل ايه؟ he catch a big fish. هو بيصطاد سمكة كبيرة yesterday امبارح. لا، انا كده عايزة اقول هو اصطاد في الباست في الماضي. خلي بالك انت لازم تكون حافظ كويس جدا irregular verbs الافعال الغير منتظمه. في افعال كتير جدا في المضارع لما باجي احولها الماضي بتتغير، فلازم ان انا اكون حافظهم. كلمه catch الباست بتاعها caught. sorry caught. question number 2. I have a bottles of water. bottles يعني زجاجات. طب انا هنا جايب لي وآ بتيجي قبل الاسم المفرد، يبقى ماليش دعوه بالاس. a bottle of water ازازه من الميه، لان bottles معناها ازايز وآ بتيجي قبل الاسم المفرد. I write an email to فادي last week الأسبوع اللي فات. I write أنا بكتب ولا أنا كتبت؟ يبقى I wrote أنا كتبت. كل دي أفعال بتتحول من ال present لل past. He will buy 3 هو هيشتري 3 of juice. كرتونة واحدة أو اللي هي عبوة واحدة؟ قال لي طبعا لأ، cartons. هحط لها اس عشان اخليها جمع. طيب هنا بقى سؤال نمبر 6 البانكتويت علامات الترقيم. people قلنا في بداية كل جملة لازم الحرف كابيتال، هكبر البي. بعدين people eat كحك الناس بياكلوا الكحك to celebrate عيد الفطر عشان يحتفلوا بعيد الفطر. طب دي جملة عادية ولا سؤال؟ دي جملة عادية، وفي نهاية كل جملة لازم أحط نقطة. شكرا. دلوقتي بقى هندخل على الباراجراف بتاع يونت 8 الوحدة الثامنة، والباراجراف ده هيكلمني على the month of رمضان، شهر رمضان. جايب لي كلمة sunset غروب الشمس، كلمة fast وهنا مش معناها سريع، قلنا معناها يصوم، وكمان عندنا كلمة help يساعد. ممكن أعمل إيه؟ هقول له in، طبعا لازم أسيب سبيس في الأول، in رمضان في رمضان، واروح حاطط كوما. عايزه اقول ايه؟ عايزه اقول اول حاجه ان كثير من المسلمين بيصوموا خلال اليوم، صح؟ يبقى هقول in رمضان many Muslims. كثير من المسلمين fast بيصوموا during the day بيصوموا خلال اليوم. وبعدين يعني ايه بيصوموا؟ يعني they don't eat or drink يعني ولا بياكلوا ولا بيشربوا. طب لحد امتى يا ميس؟ until sunset لحد غروب الشمس. يبقى انا هنا استخدمت fast واستخدمت sunset. طب وhelp مش رمضان ده الوقت اللي بنقدر نساعد فيه الناس؟ يبقى هقول it's time to help other people. ده الوقت اللي هنساعد فيه الناس التانية. تمام؟ ممكن أقول it's an important month هو بيكون شهر مهم. it's an important month ده شهر مهم. كده أنا خلصت الباراجراف بتاعي واستخدمت كل الكلمات اللي هو كان عايزها مني. طيب بعد كده هندخل على ريفيجن يونت 9 الوحدة التاسعة. طيب أول حاجة هنا عندنا
Hide and seek is a very لعبة الاستغماية is a very a game is a very old game لعبة قديمة مفيش حد ما يعرفش اللعبة دي حتى زمان خالص كانوا بيلعبوها. Many can join this exciting game. Many يقدروا ان هم ينضموا للعبة دي. Many players لاعبين كتير يقدروا ان هم ينضموا للعبة دي. You need a place. انت محتاج مكان ماله to play hide and seek عشان تلعب الاستغماية. انت محتاج مكان واسع wide. The seeker الباحث his or her eyes and counts to 10. بيعمل ايه في عينيه وبيقعد يعد لحد 10. طبعا بيقفلها يبقى closes. Choose the correct answer. When the music stops لما الموسيقى بتقف. In musical chairs في لعبة الكراسي الموسيقية. Everyone sits down. أول ما الموسيقى بتقف كلنا بنقعد يبقى sits down. In hide and seek في لعبة الاستغماية the seeker tries الباحث بيحاول إن هو يعمل إيه؟ إن هو find يلاقي the other players اللاعبين التانيين. Here we have buy عندنا هنا كلمة buy يشتري عندنا كلمة music الأغاني أو الموسيقى كلمة pass يمرر عندنا كلمة paper ورقة أو ورق وعندنا player اللاعب. طيب to play pass the parcel game يعني إيه pass the parcel يعني تمرير الطرد. طيب عشان ألعب اللعبة دي محتاج إن أنا أعمل إيه؟ محتاج wrap a small present هنغطي أو هنغلف هدية. طيب هنغلف الهدية دي بإيه؟ قال لي and cover it in lots of paper. انت هتغطيها بورق كتير جدا. lots of paper. The players واللاعبين sit هيقعدوا in a circle هنقعد في دايرة عشان نلعب اللعبة دي فاحنا هنقعد في دايرة and play some وهنشغل ايه؟ هنشغل اكيد music اغاني. طب وبعدين قال لي players اللاعبين the present هيعملوا ايه في الهدية؟ هيمرروها pass. يبقى احنا اول حاجة هيكون معانا هدية. الهدية دي هنعمل فيها ايه؟ هنغلفها. طب هنغلفها بايه؟ بورق كتير وكلنا هنقعد في دايرة وهنبدأ اننا نمرر الهدية دي كده على بعض واحنا مشغلين اغنية. طب وبعدين بقى قال لي to the next person همررها للشخص اللي جنبي. as the music plays طول ما الموسيقى شغالة أنا هفضل أمرر الهدية دي. when the music stops ولما الموسيقى هتقف the holding the present اللي هيكون شايل الهدية takes off one piece يبقى the player اللاعب اللي هيكون شايل الهدية دي هيكون بيحمل الهدية هيبدأ إن هو يفك ورقة منها. طب وبعدين off paper هيفك ورقة. أنا معايا الهدية متغلفة أول ما الموسيقى هتقف على طول هبدأ إن أنا لو معايا الهدية دي أفك ورقة منها. Read the text and answer the question. Musical chairs الكراسي الموسيقية is an interesting game لعبة ممتعة جدا ومثيرة. To play it عشان نلعبها put some chairs هنحط كراسي. If you have 6 players لو احنا عندنا 6 لاعبين قلنا هننقص واحد يعني هنخليهم 5 كراسي. You only need 5 chairs انت محتاج بس 5 كراسي. You also need to play some music انت كمان محتاج تشغل اغاني. To play it وعشان تلعبها players run around the chairs اللاعبين هيفضلوا يجروا حوالين الكراسي. But always remember ولكن دايما خليك فاكر you can run انت تقدر تجري but be ready to set ولكن خليك جاهز ان اول ما الموسيقى تقف انت تقعد. When the music stops لما الموسيقى تقف everyone sits down كل الناس هتقعد. The player اللاعب without a chair اللي مش هيكون معاه كرسي يقعد عليه is out هيكون بره يطلع بره.
take away one chair، وبعد ما يطلع بره هنسحب كرسي تاني، هنفضل ننقص في عدد الكراسي. and play again، وهنلعب تاني. This text is about، الفقرة دي كانت بتتكلم على ايه؟ a nice game، لعبة جميلة. The player without a chair، اللاعب اللي مش هيكون معاه كرسي is a loser. loser يعني الخسران. winner يعني الكسبان، اللي مش هيكون معاه كرسي هيبقى خسران. What do players do؟ اللاعبين بيعملوا ايه؟ when the music stops، لما الموسيقى بتقف اللاعبين بيقعدوا، صح؟ يبقى they sit down، هما بيقعدوا. تمام؟ طيب summarize قلنا يعني لخص. summarize the text in one sentence، هنلخص القطعة اللي احنا قريناها ديت في جملة واحدة. طيب هي دي كانت لعبة ايه؟ الكراسي الموسيقية، يبقى the musical chairs game، لعبة الكراسي الموسيقية. نيجي على سؤال الكوريكت. Do you go to school yesterday؟ قلنا yesterday ما ينفعش معاها do، على طول did هي اللي بتيجي مع الباست، مع الماضي، ودid هنا معناها هل، عشان ده سؤال. هل انت رحت المدرسة امبارح؟ My friends، أصحابي gave me، ادوني a wonder present. قلنا كلمة wonder هنا معناها يتعجب أو يتساءل، صح؟ لأن ده أصلا كده verb، ده فعل. طب أنا عايزاها رائع، عايزة أحولها لصفة، أعمل إيه؟ قال لي هتزود لها FUL، يعني هتخليها wonderful. wonderful معناها رائع، يبقى هم ادوني هدية رائعة. The village القرية be quiet in the past في الماضي، عايزة أقول القرية كانت، وطالما قال لي be يبقى هو عايز verb to be. ارجع تاني على قناتنا لو انت ما تعرفش verb to be، هتلاقي فيه فيديوز بتتكلم عليه بالتفصيل. فانت هنا the village was، القرية كانت هادية في الماضي. Our teacher المدرسة بتاعتنا is very، كلمة help معناها يساعد، أنا عايزة هنا أوصفها، عايزة أقول إن مدرستنا متعاونة، فهقول إن هي helpful. هزود للverb FUL عشان أحوله لadjective، لصفة. He always helps us، هو دايما بيساعدنا، المدرس بتاعنا متعاون، هو بيساعدنا. طيب عندنا هنا punctuate the following. Egypt، احنا قلنا في بداية كل جملة لازم الحرف capital. Egypt is famous for its history، مصر مشهورة بالتاريخ بتاعها، دي جملة عادية فأنا هحط النقطة في الآخر. دلوقتي بقى عايزين نعرف الباراجراف بتاع يونت 9 بيتكلم على ايه. قال لي your birthday party، حفلة عيد ميلاد. قال لي هنا الكلمات اللي هو مديها لي البارتي جيمز، كلمة fun وكلمة people. طيب أنا ممكن أكتب إيه عن الباراجراف ده؟ ممكن أقول having، أنا هيكون عندي a birthday party، هيكون عندي حفلة عيد ميلاد on Friday، طبعا أيام الأسبوع أول حرف فيها لازم يكون capital. on Friday at 8 o'clock، مثلا أنا هيكون عندي حفلة عيد ميلاد يوم الجمعة الساعة 8. طب عندي كلمة people، الناس، ممكن أقول إن في ناس كتير هيجوا الحفلة، يبقى أقول many people. many people يعني ناس كتير. many people will come، هيجوا. طيب إحنا هنعمل إيه؟ party games، هنلعب ألعاب، يبقى we will play party games، هنلعب ألعاب في الحفلة بتاعتنا. طيب هنعمل إيه كمان؟ ممكن طبعا هنغني وهنرقص، يبقى we will sing and dance، هنغني وهنرقص. طيب كده أنا استخدمت كلمة people،
استخدمت كلمة party games. طب fun، أنا أعتقد إن الحفلة هتكون ممتعة، يبقى I think، أنا أعتقد it will be fun، هتكون ممتعة. بس كده خلاص، وبكده أنا خلصت الباراجراف بتاعي. طيب ندخل بعد كده على يونت 10 اللي هو الوحدة العاشرة. تعالى بقى كده مع بعض دلوقتي نشوف الليسننج. بيقول لي you can play، انت تقدر تلعب اونلاين. تقدر تلعب ايه على النت؟ you can play games، اقدر العب العاب. some people can، you when you are on social media some people can bully you، بعض الناس هتتنمر عليك. كلمة bully يعني يتنمر، ممكن يتنمروا عليك، يعني مثلا يعلقوا على حاجة في شكلك، مثلا يعلقوا على حاجة في شخصيتك، يتلككوا على أي حاجة، يضايقوك بالكلام. فالحاجات دي كلها اسمها تنمر طبعا. يبقى بيقول لك بعض الناس ممكن يتنمروا عليك وانت بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. They can take your personal، ممكن ياخدوا ايه؟ البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصية، قلناها قبل كده. You should keep your secret، لازم تخلي ايه سر؟ You should keep your password secret، لازم تخلي كلمة السر بتاعتك سرية خاصة بيك. طيب choose the correct answer. Have amazing eyes، عندها عيون رائعة. and they can change color، وبتقدر كمان ان هي تغير لونها. قلنا دي الكاميليونز. I logged into، كلمة logged into معناها يسجل دخول. تمام؟ طيب أنا سجلت الدخول in different or into different aid to finish my research، عشان أخلص البحث بتاعي. يبقى أنا سجلت الدخول في مواقع مختلفة different websites، أنا دخلت على مواقع مختلفة عشان ألاقي المعلومات وأخلص البحث بتاعي. We have here homework، عندنا هنا كلمة homework، كلمة careful حريص، spend يقضي وقت، screen يعني شاشة، وhealthy يعني صحي. Many people كثير من الناس say بيقولوا that computer games إن ألعاب الكمبيوتر are bad for children إن هي بتكون سيئة للأطفال. Children can، الأطفال بيستطيعوا إن هم يعملوا إيه؟ many hours ساعات كتير on their computers على الكمبيوترز بتاعتهم and the tablets بيقدروا إن هم يقضوا وقت. يبقى كلمة spend. الأطفال بيقضوا وقت أو ساعات كتير على الكمبيوترز وعلى كمان التابلتس. They look at بيفضلوا باصين في إيه قلنا؟ بيفضلوا باصين في الشاشات. يبقى they look at the screen بيفضلوا يبصوا في الشاشة. and they don't go outside ومش بيخرجوا. خلي بالك كلمة inside يعني في الداخل، outside يعني في الخارج. فبيقول لي طبعا هم مش بيخرجوا لأن هم طول الوقت حاصرين نفسهم جوه الكمبيوترز وجوه التابلتس والسيل فونز، فطبعا مش بيكون عندهم وقت ان هم يخرجوا بقى مع اصحابهم ويكلموهم ويقعدوا مع اهلهم. طبعا كل الحاجات دي سلبية جدا على الاطفال. or do their أو حتى إن هم يعملوا إيه؟ الهومورك الواجب، مش بيعملوا برضو الواجب. طيب قال لي parents يعني الوالدان، يعني بابا وماما. Parents say this is not for their children، طبعا دي مش حاجة healthy. This is not healthy إن ده بيكون غير صحي for their children لأطفالهم. نشوف بقى التكست بتقول لنا ايه. I'm doing my homework، أنا بعمل الواجب بتاعي about chameleons عن الحرباية. They are so interesting، هم بيكونوا رائعين ومثيرين للاهتمام. I looked into the library، أنا سجلت الدخول the library website لموقع المكتبة. تمام؟ يبقى المكتبة ليها موقع، فأنا دخلت على موقع المكتبة وسجلت الدخول فيه. طب إزاي؟ by creating a password، بأن أنا عملت كلمة سر. يبقى أنا عشان أدخل على موقع المدرسة فأنا عملت كلمة سر. I could get information، أنا قدرت أن أنا أحصل على المعلومات. chameleons change color، الحرابي بتقدر أن هي تغير ألوانها، الحرباية بتغير لونها.
They are the same color. بيكونوا نفس لون as the place where they are. قلنا إن هم بياخدوا نفس لون المكان اللي هم بيكونوا موجودين فيه. They have amazing eyes. بيكون عندهم عيون مذهلة. And they can see all around. وبيقدروا إن هم يشوفوا كل حاجة حواليهم. But I ولكن أنا need to do more research. ولكن أنا محتاج إن أنا أعمل بحث أكتر من كده وأعرف معلومات تانية. طب تحت قال لي the general idea. The general idea معناها الفكرة العامة اللي كانت بتتكلم عليها القطعة. يعني دي كانت بتتكلم على إيه؟ Of the text is about chameleons. اللي بعده عندي هنا chameleons have amazing. عندها إيه؟ amazing eyes. How did the writer look into the library website. قلنا how يعني كيف. ازاي الكاتب قدر ان هو يدخل على موقع المكتبة. قلنا ان هي عملت password صح. يبقى هقول by creating a password. ان هي عملت كلمة سر. تمام. طيب هنا طيب السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي how do you think the library website helps the writer. يعني ايه؟ يعني انت شايف ازاي موقع المكتبة قدر يساعد الكاتب في الحاجة اللي هو كان بيعملها او في البحث بتاعه. ثواني كده. ان هو لقى المعلومات اهي. قال لي هنا I could get information. انا قدرت ان انا احصل على المعلومات. يبقى هقول the writer الكاتب could get information. قدر ان هو يحصل على المعلومات from من the library website. قدر ان هو يحصل على المعلومات من موقع المكتبة. طيب ندخل على اللي بعده. read and write the correct form. قلنا هنشوف الجملة اللي عندنا وهنصحح الكلمة اللي هو حاططها لي ما بين قوسين. you shouldn't wait. ما ينفعش انك تستنى for the green light الإشارة الخضراء to cross the road. ما ينفعش نستناها ولا لازم نستناها؟ لازم نستناها. يبقى you should مش you shouldn't. كلمة should معناها يجب أن، وكلمة shouldn't معناها لا يجب أن. ما ينفعش. eating too much chocolate إن أنت تاكل شوكولاتة كتير is healthy is unhealthy غير صحي. دي مش حاجة صحية. question اللي بعده children should الأطفال يجب عليهم stops. خلي بالك بقى لو سمحت كلمة should وكلمة shouldn't هتحط لي وراهم الفعل في المصدر. الفيرب في الانفينيتيف. يعني ايه يا ميس الفيرب في الانفينيتيف؟ يعني فعلك بيكون في المصدر من غير اي اضافات. ما تحطش اي اضافات خالص مع الفعل. يعني هنا children should stops هشيل الاس. should stop عشان بيجي وراها الفعل في المصدر. الاطفال لازم يوقفوا playing online games ان هم يلعبوا الالعاب اللي على النت. طيب you shouldn't برضو you shouldn't use هشيل الدي. you shouldn't use ما ينفعش انك تستخدم your phone الموبايل بتاعك late متأخر at night وبالليل. ما ينفعش تستخدم تليفونك بالليل متأخر. طيب punctuate هنعمل ايه؟ قلنا يلا بينا هنكبر اول حرف ادي W. what are you doing ريهام؟ هو انت بتعملي ايه يا ريهام؟ ده سؤال يبقى احط question mark علامة استفهام. write a paragraph of 18 words. الباراجراف عندنا بيتكلم على الكمبيوتر جيمز ألعاب الكمبيوتر. جايب لي كلمة spend يقضي وقت، كلمة children أطفال، كلمة screen يعني الشاشة. طيب تعالى كده نشوف مع بعض. هنقول sometimes وكلمة sometimes يعني أحيانا. sometimes
احيانا ان العاب الكمبيوتر دي بتكون مضره للاطفال، لان اوقات برضو بتكون مفيده لو في العاب ذكاء، في العاب مثلا بتخليني اعرف معلومات انا مش عارفها، في العاب بتكون كويسه بتنمي عندي مهارات. لكن اوقات الالعاب دي بتكون مضره لما بقضي وقت كتير بقى على الكمبيوتر وعلى التابلت، مش بعمل واجبي وبكبر دماغي، فوقتها هتكون مضره. يبقى sometimes احيانا computer games العاب الكمبيوتر computer games are بتكون ايه؟ بتكون سيئة، صح؟ يبقى are bad for children بتكون سيئة للأطفال. طيب ليه بتكون سيئة للأطفال؟ قال لي عشان هم بيقضوا وقت كتير عليه. يبقى هقول they spend هم بيقضوا ساعات كتير، يبقى they spend many hours بيقضوا ساعات كتير on their computers بيقضوا ساعات كتير على الكمبيوترز and tablets وكمان التابلت. طيب ايه برضو اللي مضر في كده؟ ان هم ولا بيخرجوا ولا بيعملوا واجبهم ولا بيعملوا اي حاجه، صح؟ حلو قوي. يبقى انا هنا استخدمت spend واستخدمت children، فاضل لنا كمان screen. قلنا برضو ان هم بيفضلوا مركزين في الشاشات، فبالتالي مش بيعملوا اي حاجه من اللي احنا قلنا عليها. يبقى they look at the screen بيفضلوا باصين على الشاشه and they don't do their homework بيفضلوا باصين على الشاشة ومش بيعملوا الواجب بتاعهم. خلصنا سكرين، تمام؟ طيب ممكن أقول إيه كمان؟ ممكن برضه أقول إن هما مش بيخرجوا they don't go outside هما مش بيخرجوا with their friends مع أصدقائهم. كل ما تكتر كلمات أنت عارفها كل طبعا ما يكون أحسن. طب هل دي حاجة healthy ولا unhealthy؟ أكيد طبعا حاجة unhealthy، غير صحية إن أنا أقضي كل الوقت ده على الموبايل أو على الكمبيوتر أو على التابلت، إن أنا ما أخرجش وما أكلمش حد وما أعملش الواجب. يبقى it's unhealthy، دي حاجة غير صحية. كده أنا خلصت الباراجراف بتاعي اللي هو كان على الكمبيوتر جيمز. دلوقتي بقى هننتقل مع بعض ليونت 11 يونت 11. طبعا الليسننج اللي فات كله كان معلومات احنا عارفينها، فاحنا كان سهل اننا نحل مع بعض. لكن دلوقتي الليسننج هنا معتمد ان انت لازم تسمع القطعة كويس وبعد كده نبدأ نحلها. فانا من هنا هبدأ ان انا اقرأها لك، تمام؟ وطبعا هتسمعها كويس جدا معايا، وبعد كده هنبدأ اننا نحل الأسئلة مع بعض. طيب هنا بقى بيقول لنا ايه؟ تعالوا كده يلا بينا نشوف مع بعض. ده يونت 11. طيب قال لي آدم، أنا اسمي آدم. I'm 9 years old، أنا عندي 9 سنين. I go to school by car، أنا بروح المدرسة بالعربية. My favorite transportation is a bus، وسيلة المواصلات المفضلة بالنسبة لي بتكون الأتوبيس. Sometimes أحيانا I go with my friends by bus، أحيانا أنا بروح مع أصحابي بالأتوبيس. When I travel by car، لما بسافر بالعربية I'm on the road، بكون على الطريق. I travel by train on holidays، وأنا بسافر بالقطارات في الأجازات. هسمعها لك مرة تانية كلها كاملة ورا بعض. I'm Adam، I'm 9 years old. I go to school by car. My favorite transportation is a bus. Sometimes I go with my friends by bus. When I travel by car I'm on the road. I travel by train on holidays. تمام؟ طيب تعالى بقى كده دلوقتي نحل مع بعض الليسننج. هنا بيقول لي آدم is years old. آدم is 9 years old، عنده 9 سنين.
Adam's favorite transportation is كانت وسيلة المواصلات المفضلة بالنسبة لآدم الباص، الأتوبيس. When Adam travels by car لما آدم كان بيسافر بالعربية he is on the road بيكون على الطريق. Adam travels by آدم كان بيسافر بإيه on holidays في الأجازات كان بيسافر بالترين بالقطر. Choose the correct answer. Gas cars make air عربيات الغاز كانوا بيعملوا make air pollution بيعملوا تلوث الهواء. My dad me to school بابايا بيعمل ايه فيا للمدرسة drove me to school بيقود السيارة بيا للمدرسة يعني بيركبني مع العربية وبيروح بيا المدرسة بيوصلني للمدرسة. خلي بالك بقى كلمة drive يقود مش لازم ان هو يجيب لك وراها كلمة car عشان تعرف ان هو سايق العربية. كلمة drive حتى لو جت لوحدها معناها ان هو بيسوق العربية. يبقى هنا my dad drove me to school بابايا بيقود بيا السيارة للمدرسة. في القطعة دي بقى جايب لي ايه؟ جايب لي كلمة cars عربيات، كلمة children أطفال، كلمة cycle يعني يقود الدراجة، school مدرسة، و pollution يعني التلوث. Air pollution تلوث الهواء is a very dangerous problem مشكلة خطيرة. Some cities بعض المدن are trying to stop بيحاولوا ان هم يوقفوا الاير pollution بيحاولوا ان هم يوقفوا تلوث الهواء. In London في لندن England وانجلترا parents don't drive to school يعني في لندن وانجلترا الاب والام البيرنتس مش بيقودوا عربياتهم عشان يوصلوا مين للمدرسة؟ يوصلوا أكيد children الأطفال. The children الأطفال walk بيمشوا or أو cycle to school يا إما بيمشوا يا إما بيسوقوا العجل بتاعهم للمدرسة. Don't go near the school اللي مش بيروح قريب من المدرسة أكيد طبعا الكارز العربيات مش بتكون قريبة من المدرسة. بيقول لي هنا long ago من وقت طويل people could only walk الناس كانوا بس بيقدروا ان هم يمشوا or travel أو حتى يسافروا on boats بالقوارب horses الحصنة or camels أو حتى الجمال. Then people invented bicycles بعد كده الناس اخترعت العجل bicycles يعني عجل. And later وبعد كده اخترعنا ايه؟ الترينز القطارات cars عربيات and planes وكمان الطيارات. In the future في المستقبل اللي هيحصل we will احنا سوف have small electric cars هيكون عندنا عربيات إلكترونية. طب وبعدين they will be easy to drive in traffic هتكون سهل إنك تسوقها في حركة المرور هتبقى سهلة جدا. These cars العربيات دي won't use petrol مش بيستخدموا بنزين. العربيات اللي احنا إن شاء الله هنخترعها في المستقبل مش هتستخدم البنزين. They will use electricity هيستخدموا الكهرباء. So they will be better for the environment فطبعا هم هيكونوا أحسن بالنسبة للبيئة عشان مش هيسببوا لي تلوث. Now a lot of cities دلوقتي في مدن كتير have too many cars فيها عربيات ياما. These cities والمدن دي will build more metro lines يعني ايه metro lines؟ يعني خطوط للمترو. طب وبعدين قال لي دلوقتي في مدن كتير فيها عربيات كتير فبالتالي بعد كده هيعملوا خطوط للمترو عشان المترو يمشي عليها. So people will be able to get around cities quickly فبالتالي لما العربيات هتخف والناس هيبدأوا ان هم يركبوا المترو اكتر فهنقدر ان احنا نوصل لأي حتة احنا عايزينها في المدينة بشكل اسرع. طيب a lot of cities كثير من المدن will build هيبنوا
more metro lines. خطوط للمترو يمشوا عليها. electric cars العربيات الإلكترونية won't use مش هيستخدموا البترول. How could people travel long ago؟ الإجابة دي طويلة جدا. How could people إزاي الناس كانوا بيسافروا منذ زمن طويل؟ كانوا بيسافروا إزاي؟ إحنا كنا قايلين إن هم يا إما بيمشوا walk يا إما travel by camels بالجمال أو حتى الهورسز الحصنة، صح كده؟ تعالى أجيبها لك من القطعة فوق أهو. قال لي people، تعالى بينا نغير القلم كده عشان يكون بالنسبة لك أسهل. قال لي people could only walk الناس بس كانوا بيقدروا يمشوا or travel أو يسافروا on boats بالقوارب horses الحصنة or camels الجمال. دي إجابة question number 3. طيب بعد كده قال لي why وقلت لك قبل كده إن why معناها لماذا. why will cities build more metro lines؟ ليه المدن هتبدأ إن هي تعمل خطوط للمترو؟ طب ليه بقى؟ قال لي طبعا عشان هم عندهم عربيات كتير. يبقى هقول because now a lot of cities have too many cars. عشان دلوقتي مدن كتير فيها عربيات كتير. تعالى بقى ندخل على الكويستشن بتاعنا الحلو ده اللي هو الكوريكت. صحح. you must مش أنا في اليونت اللي فات قلت لك إن كلمة should وكلمة shouldn't الاتنين بيجي وراهم الفعل في المصدر؟ حصل. طب قال لي في كلمتين تانيين برضو الفعل وراهم بيجي في المصدر، كلمة must وكلمة mustn't. الاتنين دول برضو لو سمحت بعد إذنك لقيتهم الفيرب بتاعك بيجي في المصدر. يبقى هنا بيقول لي you must clean انت لازم انك تنظف your room اوضتك. she likes to go to school هي بتحب تروح المدرسة. foot انا عايزة اقول سيرا على الاقدام. بص بقى احنا كنا قايلين قبل كده لو عايزة اقول بواسطة كذا، يعني مثلا عايزة اقول بروح المدرسة بالعربية بالاتوبيس، تمام. مثلا بسافر بالقطر اللي هي الب او بواسطة ديت كده كلمة باي. حلو، يعني باي بجيب وراها وسيلة المواصلات، تمام. وباي هنا معناها يا إما ب يا إما بواسطة، تمام. طيب يا ميس وبعدين قال لي بقى لكن كلمة فوت عشان أجيب وراها حرف جر أو قبلها حرف جر بحط on foot سيرا على الأقدام. ما ينفعش أقول by foot، بقول on foot. طيب I need أنا محتاج drink. كلمة need ما تجيش لوحدها، need لازق لي فيها to. I need to أنا محتاج إلى drink إن أنا أشرب a lot of water مية كتير. يبقى I need to need لازق فيها to. طالما هنا هيجي لي فعل يبقى لازق فيها to. You mustn't احنا لسه قايلين ان كلمة mustn't ما ينفعش يجي وراها اي اضافات، يبقى you mustn't touch the hot cup ما ينفعش ان انت تلمس الكوباية السخنة. طيب تعالى بقى هنا مع بعض، همسح لك دي كده عشان الرؤية بالنسبة لك تكون واضحة. طيب هنعمل ايه هنا بقى؟ قال لي we travel on water احنا بنسافر على المية by ships بالسفن or boats او حتى بالقوارب. يلا هنكبر اول حرف عندنا، قلنا في بداية كل جملة لازم الحرف كابيتال. احنا بنسافر على المية بالسفن والقوارب، دي جملة عادية يبقى احط نقطة بس كده. طيب دلوقتي بقى هنعرف اخر باراجراف معانا في يونت 11، اخر باراجراف في الوحدة ال11. خلاص احنا دلوقتي بنختم. بيقول لي how to be safe on roads ازاي ان انت تكون بامان على الطرق. مديني كلمة helmet خوذة، كلمة seat belt يعني حزام الامان، وكلمة green light معناها اشارة خضراء. طيب قال لي بقى اول جملة طبعا لازم تفتتحي بيها الباراجراف، هقول to be safe on roads عشان نكون بأمان على الطرق. المفروض ان احنا نعمل ايه؟ we
should wait لازم نستنى. We should wait for the green light. لازم نستنى الإشارة الخضراء before we cross the road. قبل ما نعدي السكة. طيب إيه كمان؟ قال لي you must أنت لازم look left and right لازم تبص يمين وشمال to cross the road عشان تعدي السكة لازم تبص يمين وشمال. طيب كده خلصت green lights. طب عايزة seat belt حزام الأمان هقول if you لو أنت drive a car لو أنت بقى بتسوق عربية لازم تلبس حزام الأمان. هقول له you should wear a seat belt لازم تلبس حزام الأمان بتاعك. طيب يا ميس لو أنا مش بسوق عربية قلنا لو أنا بسوق عجلة هعمل إيه؟ if you ride a bike لو أنت بتسوق دراجة you should wear a helmet لازم ان انت تلبس الخوذة. تمام. احنا دلوقتي خلصنا مع بعض كل انواع الاسئله اللي ممكن تجيلك ان شاء الله في الامتحان. حلينا مع بعض اسئله على كل يونت على كل وحده بشكل منفصل، فانت طبقت معايا على الليسننج على الكلمات بتاعتك على الفوكاب على كل الجرامر اللي ممكن يجيلك. كمان رجعت لك على اهم الباراجرافز اللي موجوده عندك في المنهج، فانت دلوقتي مش محتاج اي حاجه، انت رجعت دلوقتي مراجعه شامله. فلو عجبك الفيديو ده ووصلت لحد هنا اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولازم تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. See you later.